وحرم من مكونات العدالة الاجتماعية، سواء في ذلك السكن أو الصحة أو التعليم. ولذلك ليس بغريب انه الدستور الجديد لما اقر الزم الحكومات انها لازم تصرف مبلغ معين محدد بنسبه من ميزانيه الدوله حتى تتحقق هذه العداله الاجتماعيه. المشروع اللي بتشارك فيه وزاره التضامن، واحنا بنشارك في 10 مشاريع متعلقه بالعشوائيات بالاتفاق مع سياده الوزير عادل لبيب في التنمية المحلية سواء في القاهرة أو في الإسكندرية، لأنه مش قادرين نغير واقع هذه العشوائيات. بنعمل على تحسين الحياة فيها وإيجاد فرص عمل للي موجودين في هذه العشوائيات. أعتقد أنه سيادة السكرتير العام لما تكلم أعطى فكرة عما تم إنجازه، وما تم إنجازه بسيط بالنسبة للمطلوب، لكن أيضا لازم تاخدوا بالكم إنه هذه الحكومة تولت منذ 6 أشهر فقط، وبتعالج مجموعة من المشاكل بقالها عشرات السنين. لكن أنا بأكد لحضراتكم ويمكن اللي متبع فيكم إنه لأول مرة في وزارة المالية بتنشئ الحكومة قسم اسمه قسم العدالة الاجتماعية. احنا لن نكف على الاطلاق عن اننا نكمل هذا الطريق بالذات في وزارة التضامن عن طريق تحسين الحياة زي المياه الحلوة وزي رصف الطرق الى اخره، ودايما بالتوازن.